السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد عن هذا الببغاء الدرة اللي اسمه بيسو. قبل فترة صورت لكم، كانت حالته تعبانة وريشه مكسر وحالته لا يرثى لها. اليوم حبيت اشوفكم اخر تطور لهذا الببغاء الاليف الطيب الحلو. هذا انا سميته بيسو. هسه قام يكتمل الريش مالته الحمد لله وصار بصحة جيدة. كان تعبان للغاية. فاليوم حبيت اشوف لكم الى اخر ظهور له، اخر تطورات اللي صارت به، واحاول ان شاء الله قدر الامكان اريد اعلمه على بعض الكلمات اللي هي تبدأ بسلام عليكم وبحبيبي. ان شاء الله يتعلم هاي الايام الجاية. احاول اعلمه. انا هو طير اليف، بس انا الحد الان اريده بس يكمل ريشه، لان ما اقدر اطلعه من القفص مالته، لانه هو يظل يطفر يطير ينط. من يطفر تعرفون اذا الريش جديد نسل فيطلع دم من عنده ويخرب الريش مالته. فانا صابر له على مود حتى يكتمل الريش مالته، بحيث اذا قفز او نط ما يتكسر الريش مالته، وابقى انتظر من جديد. فهسه ان شاء الله بالايام الجايه راح احاول اعلمه على النطق بكلمه سلام عليكم. فاحاول وياه ان شاء الله. بيسو حبيبي، بيسو سلام عليكم. السلام عليكم. اخوتي هو مو بهالسهولة هاي يتعلم الكلام، مو بهالسهولة هاي يتعلم النطق، بس يراد له ايام وتعب وجهد. وبالنسبة لهاي العبارة سلام عليكم او حبيبي لازم تتكرر عليه مرارا وتكرارا باي وقت. وحاول يعني شوية الطير تجوعونه، حتى بحيث ياخذ عليكم ياكل ميتكم يأمن اكثر. هو اكثر البغبغاء اذا اراد يتكلم اول شروط هي يكون اليف. ايش قد ما يكون متآلف ويا البشر ايش ما يتعلم الكلام مالته، لان هو يدل على الامان. فالطير الاسد، وليش الطير الوحشي مستحيل يحكي، يعني شبه المستحيل، الا طير اليف ويتوالف الانسان ويتعلم عليه ويظل يحب المربي مالته، ويظل يستجيب له. مثلا هسه ابسط شيء، اول شيء هسه مثلا اقول له تعال بيس، اصعد يلا تعال. هاي اول تعتبر خطوة ايجابية. اذا تخلي ايدك ويجي يتقدم يصعد على ايدك، هذا يعني دليل على الطير ثاق بيك ومأمن. فمرور الايام ان شاء الله، هسه انا اول ما جبته كان يعني يعضني عض قوي، يعني اول ايام خلى ايدي يطلع من عندها دم. فهسه لا، تشوفونه يعني صايره بيه. ولو هو اليف من البدايه، بس يريد تعويد، يتعود على الشخص اللي يربيه ويحس بيه ثقه وما يأذيه، فراح يظل يستجيب له بمرور الايام. ان شاء الله راح احاول اعلمه نطقة سلام عليكم وكلمة حبيبي ان شاء الله بالايام الجاية. بس انا هسه جاي صابر عليه ومنتظر على مود يكمل ريشه، لان تعرفون هذا الطير اذا اطلعه من القفص مالته يظل كل ساعة يقفز. فاذا يقفز يظل الريش، ذاك يوم طلعته قفزتين انكسرت عندنا هاي الريشة من هذا جناحه، فانقهرت عليه صراحة. فانا انتظر عليه، اريد بحيث من يكمل الريش مالته حتى ابدا اعلم بيه واخليه يتروض اكثر. ولو هو اليف هسه تشوفونه ما بيعضه، يعني وهاي غريزه، يعني لازم اي طير عندنا المنقار المعوج عنده غريزه لازم يعني يلتقف الشيء بحلقه، يعني حتى اذا يريد يتسلق هاي مو شرط يعض. فان شاء الله بالايام الجايه راح اعوده على بعض الكلمات اللي هي نبدأ بها. السلام عليكم حبيبي، تعال. هسه هاي يعتبر الطير مستجيب اذا يظل يصعد على الايد، يعني عابر مرحلة الخوف.
فايش قد ما يأمن الطير وش قد ما الداري انت بحيث تخليه ياكل من ايدك شوية جوعوه حتى يستجيب اكثر. فإلى هنا ننتهي هاي الحلقة، ننتهي وإن شاء الله على التطورات الجديدة. إذا بدأ ينطق أو يكمل جناحه بالكامل ويطير هم راح ننزلكم إلى فيديو جديد، وأرجو المشاركة بالقناة فضلا وليس أمرا، ولايك وإعجاب الخاطر هذا الطير اللي كان شبه مظلوم أو معدوم. يلا أخوتي أشوفكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.